أبد ما جيت أبارك لك، ولكن جيت أوصيك على اللي ناوي تدخل بهالليلة معذبتك. ترى لولا الظروف اللي عطتك وحدت تمحكي، قسم بالله ما تدخل عليها لو على رقبتي. ولكن النصيب أقوى ولا أدري وش أسوي فيك. نعم صارت معذبتك ولا صارت معذبتك، كذا شاءت بنا الأقدار تحرمني لأجل تعطيك. كذا لازم عشان تكون أنا أخسر بتجربتي. تراها غالية جدا وتكفى والله، خليك تدللها تدلعها تنسيها مصاحبتي. أنا من كثر ما أغليها أحس إني بديت أغلي، ولا تسأل بأية حال ولا وشي مناسبتي. لأنك لو بتسألني بتسمع شي ما يرضيك. لذا يا خوي لا تسأل ولا تسمع لأجوبتي. أبيك تحطها في داخل عيونك وبين يديك، وهي دلوعة اعتدت على كثرة مداعبتي. تداعبها شوي شوي حتى تشتهي طريق، وشغبها إلين تقول لك بطل مشاغبتي. وإذا هي ما لها خلقك ولا تضحك ولا تسليك، تحملها واسألها يا عمري ليه عاصرتي. وبالك أسمع عنك يوم تضربها وهي تشكيك، ما يحتاج أوري لك بفن الضرب موهبتي. صحيح انك بتملكها ومعك العقد والتمليك، وانا عارف حدود الله ومن حقك معاقبتي. ولكن قل لها المجنون وصاني وهو يعنيك، يقول انه بينتظرك ولو شياب وشي
جيت أبارك لك ولكن جيت أبوصيك